اهلا بيكم في حلقه جديده في شاشه وزرار، والنهارده معانا هافال اتش 7. هنشوف الشاشه الرئيسيه، شاشه العدادات، ونتكلم عن كل الزراير اللي موجوده فيها. فيلا بينا. اول حاجه نتكلم عنها الشاشه الرئيسيه. المين سكرين هنا هي بتاعه الموجوده في الاتش 6 الشكل الجديد. معانا من فوق اول خانه تجيب لنا كل الابس الموجوده في العربيه. تاني خانه بتجيب لنا الفيكل سيتنجز. بعد كده ده الاندرويد اوتو والابل كار بلاي اللي هو الكونكتيفيتي يعني، وفيها بلوتوث وكده. حاليا وصل الابل كار بلاي فعامل العلامه بتاعته. بعد كده عندنا الخانه الرابعه بتاعه التكييف. بعد كده عندنا ميوزك فيها بلوتوث ويو اس بي، ابل كار بلاي لو متوصل زي دلوقتي، ولو موصل اندرويد اوتو. وبعدين عندنا الهوم سكرين. الهوم سكرين نفسها ما فيهاش لا يمين ولا شمال. الويدجز دي بس انت ممكن تحركها، لو دوست كده شويه ممكن تجيبها تنقلها يمين او شمال. الفرق الوحيد هنا عن الاتش 6 هو الويدج بتاع الطاقه او بتاع البطاريه الكهرباء، يعني نقل الطاقه الكهرباء. في بس ان انا انزل السوايب من فوق. السوايب من فوق ده فيه هنا الصوت وهنا الميديا. دي النور بتاع السكرين، البرايتنس بتاعه. معانا هنا الكاميرات النوستي انا جايبها من هنا او اجيبها من الزرار بتاع المساعده على الباركينج تحت. معايا هنا ان انا اقفل الشاشه، وهنا الهوت سبوت، البلوتوث، وهنا الهيد اب ديسبلاي، وهنا ان انا التحكم في المود بتاع عجله القياده. عايز اغير الشورت كاتس دي من تخصيص من هنا، بقدر اضيف اي واحده من الموجودين دول، سواء الركن ذاتي او الامبيانت لايت او الشحن الوايرلس. وعندنا هنا خانه مش موجوده في الاتش 6 البنزين، الدايناميك ستابيليتي تورك. ده وانت زي الاي اس بي بالظبط، بس بدل ما بيتحكم في الرامل بيتحكم في الدريكسيون، بيساعدك وانت ماشي على ميه او رمله، اي يعني سطح هيخلي العربيه ان هي تتزحلق فيه. ندخل بقى على السيتنج او الابس الموجوده في العربيه. اول حاجه المنيو بتاعت السيتنجز بتاعت العربيه، اللي هي برضه ممكن نجيبها من هنا. اول حاجه عندنا داخل المركبه دي الوضعيات بتاعت الميموري سيت. دوسه طويله بيعمل لها سيف كده، خلاص عمل سيف عليها. ما ينفعش تتعمل غير والعربيه واقفه. لو العربيه بتتحرك ما بينفعش ان هي تتعمل. ترحيب مقعد السائق ان الكرسي يبعد ويقرب لما تيجي تركب العربيه. تاني خانه عندنا بتاعه الهيد اب ديسبلاي، اقدر اتحكم من هنا البرايتنس بتاعه، في ارتفاعه عندي، وفي الدوران الفه يمين او شمال. وممكن ان انا ادوس على هنا واحركه من الزراير اللي موجوده في الدركسيون، هنبص عليها برده مع بعض. وبعدين من هنا المعلومات اللي انا بحطها عليها دي النافيجيشن، وانا موصل اندرويد اوتو او ابل كار بلاي بيديني الاسهم. ودي القياده الذكيه بتاعه الادابتيف كروز كنترول والسمارت كروز كنترول. وضع الارض الثلج ده بيخلي الهيد اب ديسبلاي لونه ابيض، لونه ازرق مكان ابيض، عشان لو انت عندك ثلج يعني فيبقى واضح عليه. واخر حاجه عندي الوايرلس تشارجنج اللي موجود هنا، اقدر افعله او اقفله. ده كده اللي داخل المركبه. خارج المركبه ده لما اجي اقفل العربيه من بره، يقفل لي بس الباب بتاع السواق ولا يقفل لي ابواب العربيه كلها. ده ان العربيه ده طبعا اوبشن ما كانش مش موجود في الاتش 6 بالشكلين بتوعها، ان انت لما تبعد عن العربيه تقفل لوحدها، ولما تقرب منها العربيه تفتح لوحدها. وحلو ان هو فاصلها لك، يعني ممكن تخليها بس لما تبعد هي تقفل ولما تقرب ما تفتحش، فدي حلوه جدا. ده انك تفتح الشنطه بالرجل بالكيك. وده لما بتقفل العربيه ان هو يفتح الابواب كلها اول لما انت تقفل التدوير بتاع العربيه. وده عشان لو انت نسيت تقفل العربيه يفكرك، سواء بقى ان هو يعمل لك زماره او يعمل لك فلاش بالنور او الاثنين مع بعض. مش هتحتاجه لو انت مشغل ان هي تقفل تلقائي. بعد كده عندنا المرايه. المرايه ده انك تفتح المرايات. اول واحده مرايات الخلفيه دي، اللي قصده المرايات الجانبيه، انك تفتحها او تقفلها. من هنا اقدر اقفلها، وبرده ممكن من الزرار اللي موجود في الباب لو دوست على الزرارين مع بعض يقفل المرايات. ده ان هي تقفل لوحدها، المرايات تضم لوحدها لما تيجي تقفل العربيه، ولا انت تعملها يدوي. طبعا افضل تخليها تلقائي. دي انك لما تيجي تعمل ريفرس في العربيه يخلي لك المرايات الجانبيه تنزل لتحت شويه عشان تجيب لك لو في رصيف او حاجه. ممكن تخليها الناحيتين او تخليها ناحيه السواق بس، او ناحيه الراكب بس، او انك توقفها خالص. انا شخصيا بفضل دايما انك توقفها لان هي بتلبخ لو انت مش بتركن يعني. بعد كده عندنا النوافذ فيها بقى انك ان العربيه تقفل الشبابيك لوحدها على سرعه معينه، ممكن تخليها 60 80 او 100، او ما تخليهاش تقفل خالص. وده عشان لما تقفل العربيه الازاز كله يقفل مع بعضه، بس ده ملوش علاقه بالستاره بتاعه فتحه السقف. وعندنا من يمين هنا ممكن تتحكم في فتح السقف والستاره بتاعتها، انك تفتحها او تقفلها كده. مثلا كده اهي الستاره فوق بتفتح، اقدر ان انا افتح الستاره او اقفلها من هنا لو انا مش عايز استعملهم من فوق يعني. ماشي. عندنا بعد كده الاضاءه.
لما تيجي تفتح العربيه ان هي تنور لك ويلكمنج لايت لبره. ده لما بتقفل العربيه، تقفل الموتور يعني، تقفل الباور بتاعها، يفضل مشغل الاضاءات قد ايه قبل ما يطفيها، دقيقتين او 5 دقائق او 8 دقائق، طبعا تخليها اكيد على الاقل عشان البطاريه. تأخير مصباح السقف ده بتاع الإضاءة بتاعة الكابينة، بعد ما بتعمل لوك من بره تقفل بعد قد إيه، فمعاك 3 ثواني، 10 ثواني أو 20 ثانية أو 30 ثانية. وبعدين بعد كده عندنا الفولو مي هوم، ممكن تقفلها خالص أو 30 ثانية، 60 ثانية، 90 ثانية. ده بعد برضه ما بتقفل العربية تفضل منورة لك النور الرئيسي قد إيه عشان ينور لك الطريق يعني قدامك. ده وأنت بتدور على العربية من الريموت يعمل لك زمارة ولا نور ولا الاتنين مع بعض. ده في حالة الطوارئ، لو العربية عملت emergency بريك أو أنت شخصيا عملت دوست فرامل مرة واحدة emergency، ينور لك الهازارد ولا لأ، فده مهم برضه يفضل طبعا منور. بعد كده عندنا قائمة كاملة ما كانتش موجودة في ال H6 خالص بكل أشكالها، وهي الامبيانت لايت أو الإضاءة المحيطية. هنا تفتح الإضاءة المحيطية أو تقفلها، من هنا معاك البرايتنس بتاعها، وهنا معاك ألوان هتختار لها لون واحد من ال RGB ال 64 لون، أو تختار لها مود ألوان معين، فأنت معاك كل مود من دول فيه عدد من الالوان هي بتنقل ما بينهم، او تخليها مع الريزم او الايقاع بتاع الموسيقى، فدي برضو اوبشن لطيف جدا. عندنا بعد كده القياده فيها بقى وضعيات القياده: نورمال، سبورت، ايكو، وسنو. وبالمناسبه هنا عندك زرار تاني موجود من تحت فيه اللي هو الدرايف مود، البكره بيعمل لك درايف مود يقلب لك ما بينهم، ده ما كانش موجود في الاتش 6. بعد كده عندنا الدي اس تي، ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شويه، اللي هو الدايناميك ستابيليتي، اللي هو نفسه بتاع عجله القياده. وبعدين ده لما انت تبقى سايق لفتره طويله يطلع لك زي فنجان قهوه يقول لك اقعد ريح شويه او حاجه. ده وضعيات عجله القياده، خفيفه او متوسطه او رياضيه بتبقى تقيله. ده مستوى استعادة الطاقة الريجن بريكنج، معاك ان هو ضعيف ولا النورمال العادي بتاعه ولا القوي. وبعدين معاك وضع دواسة واحدة، ده انك تخليها وان بادل درايف. انا بحب جدا الوضعية دي ان هي بتحافظ جدا على ال التيول بتاعة الفرامل، فانا بحب جدا وضعية الوان بادل درايفنج. الدي اس تي يا جماعة مهم جدا انك تفضل على طول مفعله، ما تطفيهوش خالص الا لو لا قدر الله العربية غرزت منك وانت اوف رود او حاجة، تقفله بس عشان تعرف تطلع من الغرز، لكن غير كده هو بيساعد جدا في الثبات بتاع العربيه مع طبعا الاستابيليتي كنترول. كده عندنا التوقف، ده بمساعده بقى الانظمه المساعده على الركن او المساعده عامه يعني. فده فيها العرض 360، ده عشان لو انت ماشي على سرعه قليله اقل من 30 وقربت من عائق، قربت من عربيه، يفتح لك على طول الكاميرات 360، مهمه ومفيده جدا. ده للتوجيه عشان لو حودت يمين او شمال وانت برضو على سرعه اقل من 30 يفتح لك اوتوماتيك الكاميرات 360 حتى لو من غير اشاره. دي برضو حلوه جدا. ولما بتفعل دي بيقول لك بقى يفتحها لك في ويندو صغيره ولا يفتحها لك في وضع الشاشه كامل. طبعا الافضل دايما انك تخليها في ويندو صغيره. هنا بقى تختار السرعه اللي انت تخرج بيها من البانوراما، تخرج لما تعدي 15 كيلو ولا لما تعدي 30 كيلو. الكبح الطارئ في الركن ده emergency braking، بس emergency braking مختلف عن اللي موجود في القياده الذكيه. اللي موجود في القياده الذكيه ده emergency braking بيديك الاول تحذير ان في عائق قدامك ان انت هتصطدم فيه، وبعدين العربيه بتهدي قبل ما تخبط في الحاجه، قبل ما تقف يعني تماما. لكن هنا ده بيستعمل اكتر في الركن، ده بيخلي العربيه وانت على سرعه منخفضه وجي عائق قدامك او وراك، العربيه بتكلبش في الارض مره واحده، بتقف مره واحده بدون اي تحذيرات. طبعا لو كده اوريدي هيبقى التحذير بتاع حساسات الباركنج شغال، بس قصدي مش بيقول لك بقى ان في عائق قدامك او حاجه، عربيه بتكلبش مره واحده. القياده الذكيه عندنا اول حاجه مساعده الحركه للامام، بعد كده عندنا المساعده الجانبيه، ده كله متعلق بالنقط العاميه، ده مش الحارات، ملوش علاقه بالحارات خالص، ده النقط العاميه. ده عشان لو حد موجود عندك في النقطه العاميه يبقى منور لك النقطه العاميه عندك، ولما تيجي تعمل اشاره تقعد تديك الارم احمر بدل الاصفر وتنور وتعمل صوت. ده عشان لما جيت تفتح الباب وفي حد عندك في النقط العاميه برضه يديك الارم في النقط العاميه. عندنا بعد كده التحذير الاصدام الخلفي، ده وانت سايق ماشي لقدام عادي وجي حد كبس عليك من ورا او قرب عليك من ورا، العربيه تديك تحذير ان في حاجه فيكل جاي عليك من ورا، وبتعمل كمان الهازارد، بتشغل هو الهازارد وتديك انت تحذير حركه مرور رجوع للخلف، ده وانت في الغالب طالع من الركنه راجع بظهرك، لو في حاجه وراك العربيه تديك تحذير ان في حاجه وراك. طب عايزها بقى تفرمل عشان ما تخبطش بظهرك، بتفعل القائمه اللي بعدها بتاعه الفرامل الجانبيه للتراجع، كده العربيه كمان هتفرمل لو في حاجه وراك وانت راجع بظهرك. بعد كده عندنا مساعد المسار، ده المتعلق بالحارات. الحارات هنا لو شغلت من هنا كده وانت شغلت نظام الحارات، عندك بقى حاجتين في الحارات او تو اوبشنز، اما ان هو يساعدك على الحفاظ على الحاره او ان هو التحذيريه بس يديك وميض. لو انت عملت مساعده حفاظ الحاره العربيه هترجعك في الحاره تاني، لو عملت مساعده التحذيريه العربيه بس هتديك تنبيه تي 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 ان انت بتخرج بره الحاره.
طيب الانذار عايزه يبقى اهتزاز في الفايبريشن في عجله الدركسيون، ولا صوت اللي هو تيت تيت اللي أنا قلت لك عليه، ولا الاثنين مع بعض؟ طيب حساسيه الانذار منخفضه ولا متوسطه او العاديه ولا العاليه؟ الحفاظ على حاره الطوارئ دي عشان لو انت طالع من الحاره، حتى لو انت مدي اشاره، يعني لو انت مفعل اللي فوق بس اللي هي مساعده المسار واديت اشاره العربيه خلاص انت مدي اشاره فهتغير حاره عادي. لكن هنا حتى لو انت مدي اشاره وطالع من الحاره وفي عربيه عندك في النقطه العاميه فانت ممكن تخبط فيها، العربيه هتقوم مرجعاك تاني لحارتك عشان ما تخبطش في العربيه دي. طبعا ده مش في مصر قوي مفيد، بس هو بيفيد في بعض الاحيان يعني، بس محتاج تتعود عليه، محتاج تبقى قيادتك ملتزمه قوي عشان تعرف تشغل اوبشن زي ده. السمارت دوج ده في حاله موجود وانت سايق على الانتليجنت كروز كنترول وجات جنبك تريلا او عربيه نقل او عربيه كبيره، وانت العربيه منصفه نفسها في الحاره، بتبعد بس شويه، ما بتطلعش بره الحاره بس بتبعد بس شويه عنها عشان الهواء ما يهزش العربيه، وبعد ما بتعديها بترجع تاني تنصف نفسها في الحاره. بعد كده اخر حاجه عندنا اشارات المرور. العربيه بتقرا اشارات المرور من الكاميرا اللي موجوده ورا المرايه الوسطيه هنا. اول حاجه ان هي تتعرف على اشارات المرور، يعني تتعرف على سرعه الطريق وتقول لك عليه، تكتبه لك في الهيد اب ديسبلاي وفي الشاشه اللي موجوده قدامك. بعد كده حد سرعه، ده عشان تحد سرعه العربيه على سرعه الطريق، وده هيفيدك جدا عشان ما تاخدش مخالفات. بعد كده ده انذار السرعه، عشان لو انت تخطيت سرعه الطريق العربيه تديك انذار بس تقدر تتخطاها عادي. عندك تو اوبشنز، اما تخليها اصلا ما تعديش سرعه الطريق او تخليها بس تنبهك لو عديت سرعه الطريق. طيب اكيد في مارجن، فانت هنا بقى تحدد المارجن بتاعك، عايز الحساسيه تبقى قد ايه، يعني كام كيلو بلس او كام كيلو ماينس عن السرعه بتاعه الطريق. فدي برده حلوه ومفيده جدا. اخر حاجه عندنا هنا اخرى، تعمل اعاده ضبط المصنع للفيكل سيتنجز كلها. كده خلصنا الفيكل سيتنجز، خش على ثالث حاجه وهي الكونكتيفيتي. الكونكتيفيتي اول حاجه اوصل الموبايل بتاعي ازاي، لا اما بالبلوتوث واقدر ان انا اسمي العربيه من هنا، ودي كل الموبايلز اللي اتوصلت بالعربيه قبل كده. طبعا الاندرويد اوتو والابل كاربلاي الاثنين هنا وايرلس، فانت تقدر تختار تدوس على العلامه بتاعتهم يشغلهم على طول. بس الاندرويد اوتو الوايرلس مع موبايلات الفلاج شيب للاسف مش شغال، فلازم تعمله كيبل، بس شغال كيبل يعني عادي. نقطه اتصال الهوت سبوت بيحتاجوا الابل اكتر في عشان يوصل ابل كاربلاي. من هنا التحكم في الصوت، فانا معايا هنا الصوت بتاع النافيجيشن، الصوت بتاع العربيه كلها، الصوت بتاع الميوزك، ومعايا هنا الصوت بتاع المكالمات، معايا هنا النغمه لو جاي لي مكالمه تبقى النغمه قد ايه، حجم صوت بدء التشغيل قابل التكيف. ده بيظبط لك الصوت بتاع الاغنيه تلقائي. فلو انت عندك اغنيه صوتها عالي واغنيه صوتها واطي وانت مفعل دي، لو جت الاغنيه عاليه هو بيوطي الصوت لوحده، لو جت الاغنيه الواطيه هو بيعلي الصوت لوحده عشان يحافظ لك على مستوى الصوت. فدي حلوه جدا عشان ما تتفاجئش فجاه جت اغنيه عاليه فتتخض يعني. فده اوبشن لطيف جدا. ده عشان لو انت عايز تشغل فيديو فتقدر انك تفعله من هنا. تسكير صوت النظام ده بتاع التاتش الشاشه، يعني انا بدوس كده دلوقتي بيعمل تن تن، لو انا فعلت ده مفيش، ما عادش فيه تن تن، فده التاتش، صوت التن بتاع التاتش الشاشه. دي التحذيرات بتاعه العربيه، تقدر تتحكم في صوتها تخليها منخفضه ولا متوسطه ولا عاليه. وده الحساسيه بقى بتاعه السرعه اللي هي نفس لو انت مفعل الصوت القابل للتكيف ده، تقدر بقى هنا تختار ضوضاء الطريق. لما يبقى في صوت عالي العربيه ممكن تقفلها خالص النظام، او تخليها منخفضه او متوسطه او عاليه. اداه المؤثرات الصوتيه تتحكم في الدولبي ساوند بتاع العربيه او الايكولايزر يعني بتاع العربيه. لو انت هنا تفعل الدولبي او تقفله خالص، فانت لو مفعله بتقدر بقى تختار انك تخليه بس عند السواق او على العربيه كلها، وهو بقى اوتوماتيك. الحاجات دي كلها بتبقى بالظبط، الحاجات دي كلها بتبقى مطفيه عشان الدولبي هي بتختار الاوبشن الافضل. طب انت لو قفلتها تقدر انت بقى تتحكم مانيوال. اولا تختار المكان هنا مانيوال، انت عايز تحط الصوت فين، وتقدر بقى تتحكم انت بقى في الهاي واللو والبيز والحاجات بتاعه الصوت دي كلها. ولو عكيت الدنيا زي ما انا عكيت كده دلوقتي رجعها ترجع تاني على طول، او تفضل مشغل الدولبي وده افضل. ولو طفيتها برضو ممكن ان انت تظبط الصوت، تحرك الصوت بعجله القياده اللي موجوده من هنا، تحرك المكان بتاعك بعجله القياده. فده برضو اوبشن لطيف جدا لو انت كسلان قوي يعني، ترجع تشغله، وده افضل انك تفضل مشغل الدولبي. عندنا بعد كده الشاشه، ده التحكم في السيتنجز بتاعت الشاشه الوسطيه دي. ده عشان لما العربيه تكتشف انت الصبح ولا بالليل بحساس بتاع الاضاءه فتظبط البرايتنس بتاع الشاشه. ده لو انت عايز تظبط البرايتنس بتاع شاشه العدادات بتحكم فيه من هنا. ده بيحكم في التحكم المركزي، ده بيتحكم في البرايتنس بتاع كل حاجه في العربيه، الامبيانت لايت والشاشتين والهيد اب ديسبلاي. وده بتاع بس الشاشه الوسطيه.
بعد كده عندك تنسيق عرض الوقت على الشاشه، عايزه من نظام 12 ساعه ولا نظام ال 24 ساعه. المزامنه التلقائيه للوقت ده عشان لو انت فاتحها بدل ما بتختار بس المنطقه وهو يجيب على طول اوتوماتيك الساعه. لو انت عايز تظبطها مانيوال فبتقفل دي وتحط انت التاريخ وتظبط الوقت مانيوال وتحط المنطقه مانيوال. كده عندنا اللغه، عندنا كل اللغات تقريبا موجوده هنا، موجود اللغه العربيه اللي احنا بنشرح عليها، وحدات ضغط اطارات بي اس اي ولا كيلو باسكال ولا البار، وبعدين درجات الحراره عايزها سليزيوس ولا فahrenheit، وعايز المسافات وانت بتركن بتظهر لك على الشاشه المسافات عايزها بالمتر ولا بالفوت والانش. بعد كده عندنا المتخصص ده بتتكلم على علامه النجمه اللي موجوده في عجله القياده، هنبص عليها كمان شويه، تختار لو دوست عليها يحصل ايه. فانت عندك ان هي يفتح لك التليفون ولا يفتح لك كاميرات 360، يفتح لك الركن الذاتي ولا يدفي لك عجله القياده، موجود هنا تدفئه لعجله القياده، ولا يجيب لك الاوتوماتيك بتاع التكييف، ولا يفتح لك المحطات الراديو اللي انت مسجلها فيفورت. اخر حاجه هنا النظام موجود طبعا معاك، اسم العربيه واعدادات النظام نفسه السوفت وير ده بتاع ايه، وتقدر من هنا انك تعمل ريست او اعاده ضبط مصنع للسوفت وير. كده احنا خلصنا الكونكتيفيتي كلها، ندخل على التكييف. التكييف هنا عندك اعدادات من الشاشه وعندك الزراير اللي موجوده هنا. اعدادات الشاشه معاك تقدر تتحكم من هنا في درجه حراره التكييف، وعايز في اي وقت تخلي طبعا هو دول زون، الزون بتاع السواق والزون بتاع اللي جنب السواق، عايز ان انت في اي وقت توحد تعمل سينكرونايزيشن او سينك هيربط الاثنين مع بعض على طول. عندي بعد كده مكان الهواء اللي يطلع، سواء يطلع بس من فوق فوق وتحت تحت بس، ولا يجي ديفروست من قدام ورجل. عندي من هنا قفل وفتح التكييف، زرار الاوتو، قفل وفتح الكمبريسور بتاع التكييف. معايا من هنا الديفروست الامامي زي ما فتح دلوقتي خلاص على طول. معايا من هنا التسخين بتاع الازاز الخلفي، الزجاج الخلفي. معايا من هنا تدفئه عجله القياده، هي درجه واحده بس مش درجات. معايا من هنا الكرسي تبريد وتسخين. معايا هنا التحكم في المروحه، سواء انا اقدر اتحكم فيها من الزراير دي او اتحكم فيها مانيوال، انا اتحكم فيها. معايا من هنا التسخين والتبريد لكرسي اللي جنب السواق. معايا من هنا ان انا اخلي الهواء يلف سايكل جوه العربيه ولا يدخل من بره. واخر حاجه الثري دوتس دول بختار المود بتاع التكييف، بخليه لطيف سوفت ولا نورمال ولا سترونج قوي. عندي هنا الزراير اللي تحت بتتحكم في التكييف، كل التحكمات اللي موجوده في شاشه التكييف دي موجوده عندي في الزراير اللي تحت، اون واوف، فتح وقفل التكييف كله، الكونديشن ده اوطي المروحه واعليها. المود ده بيتغير لي في اتجاه الهواء، اللي اختار الهواء يطلع من انهي حته، فده حلو جدا. يعني مثلا لو دوست عليها دلوقتي كده اهو بيغير لي في الاماكن خروج الهواء. عندي هنا الهازارد، عندي هنا قفل وفتح الكمبريسور بتاع التكييف، هنا التحكم في الهواء ريسايكل ولا يدخل من بره، ومعايا هنا الديفروست الامامي وده التسخين الخلفي. فكل الاوبشنز بتاع التكييف موجوده في زراير، وده اوبشن لطيف جدا. خش بعد كده على الميوزك، زي ما قلنا هنا البلوتوث، اليو اس بي، الابل كار بلاي والاندرويد اوتو. نرجع بقى بعد كده للهوم سكرين ونروح على الابس. كده خلصنا اعدادات النظام اللي كانت في الكونكتيفيتي، وخلصنا السياره الفيكل سيتنجز اللي كانت موجوده هنا. ده الاندرويد اوتو. وهنا الراديو اقدر اختار الاف ام من هنا، وعايز اي وقت هدخل على الفيفوريتس بجيبها من هنا، ومن هنا اقدر اعمل تحديث في اي وقت يعمل لي ريسيرش تاني لو انا دخلت منطقه راديو مختلفه. دي ميوزك شرحناها في الاول. وبعدين ده لو انا عايز اشغل فيديو من اليو اس بي بفلاشه، عندي هنا التليفون اللي كنا شفناها برده في الكونكتيفيتي. معايا بقى حاجتين جداد مش موجودين في الاتش 6، الطاقه ومساحتي. نبدا بالطاقه. الطاقه هنا بيقول لك العربيه الباتري موجود فيها قد ايه، ما بيديلكش نسبه مئويه بس بيديها لك على الجراف اللي موجود هنا. فالبطاريه تقريبا حاليا 45% مثلا. وهنا يديك الرينج بتاع العربيه كلها، البنزين والبطاريه يقدر يمشيك قد ايه، ناقص 342 كيلو. وهنا يديك الشارتس بتاعه الطاقه، هنا بيديك الطاقه ده الكهرباء اللي بالاخضر، واللي بالبرتقاني ده البنزين. تقدر بقى تختار الرينج بتاعك، تعرف العربيه استهلكت كام كيلو وات فيه، اخر 10 كيلو، اخر 50 كيلو، اخر 100 كيلو، اخر 7 ايام، اخر شهر كله. وهنا بيديك اهو الاستهلاك بالكيلو وات لكل 100 كيلو. فده حلو جدا بقى، انت عايز تقعد تدرس انت بتستهلك طاقه قد ايه في العربيه. بعد كده عندي مساحتي دي بقى دلع في العربيه. لو انت عايز بقى تقعد في العربيه تعمل كامينج مود مثلا، فانت بقى قاعد مستني حاجه، تهت بقى على الطريق مستني الطريق يفتح ولا حاجه، تفتح مثلا كامينج مود، فتح دلوقتي الشبكه عشان ادخل شويه هواء، ويشغل لي من هنا ميوزك، ومشغل لي بحر وبتاع، صوت بحر هنا، صوت سبيس هنا، مطره هنا. تختار بقى هنا شويه نار بقى، مولع نار وبتاع، لعب يعني. وبالمناسبه تقدر
بالمناسبة تقدر في اي وقت من ال3 دوتس دول تخش على السيتنجز. فترة استراحة منتظمة ده هينيم لي الكرسي، مش عايز اعمل كده عشان التصوير، هينيم لي الكرسي وانام بقى اريح. واقدر كمان ان انا اعمل له ميموري كمان للدرجة اللي مال فيها الكرسي. فده كامينج مود لو انا عايز اعمله كده. وعندي مود تاني بتاع المنزل الجميل بقى، ايه يديني اصوات انا قاعد في البيت بقى. فده شويه دلع يعني. ولاد قفلوا الشباك تاني في العربيه. كده احنا خلصنا كمان مساحتي، وكده تقريبا خلصنا كل حاجه في الشاشه الوسطيه. وننقل دلوقتي على شاشه العدادات. ندخل بعد كده على الشاشه بتاعه العدادات. الشاشه بتاعه العدادات عندي من الناحيه الشمال فيها السرعه ريدي دي، يعني العربيه دلوقتي دايره، بس طبعا الموتور البنزين مش شغال لان هو عامل العلامه بتاعه الاي في، فكده بس الكهرباء اللي شغال. وعندي على اليمين هنا الطاقه دي سواء بقى هي بتعمل ريجن او ان هي بتستهلك انت طاقه. مفيش ار بي ام هنا في العربيه. طيب عايز اتحكم في الاول، نكمل في الحاجات دي. العلامه اللي فوق موجوده على الاخضر دي بتاعه النقط العاميه. هنا دي العلامه ان انا بتحكم في الشاشه دي دلوقتي، بجيبها من الزرار ده. فانا لو دوست دلوقتي على الزرار ده هتطفي كده، انا بتحكم في الشاشه الوسطيه. دوست عليها تاني، انا كده بتحكم في الشاشه بتاعه العدادات. دي علامه ان فرامل اليد موجوده، دي علامه ان انا مش لابس الحزام. هنا طبعا النقله، وموجوده النقله هنا، وموجوده النقله كمان في الشاشه اللي موجوده فوق هنا. فانا عندي النقله في مكانين. عندي هنا درجه الحراره، وعندي هنا الساعه. ده تنبيه لان انا برده مش لابس الحزام وعامل له يعني شايل التنبيه، فالتنبيه حاطط لي موجود فوق هنا عشان انا فاتح نظام الحارات. هنا المكان الدايره دي بتاعه قرايه السرعه. وطبعا لان انا فاتح الاداس او فاتح الرادار يعني، ف جايب لي الطريق قدامي قاريه. معايا هنا الرينج والممشى الكامل بتاع العربيه. هنا المود بتاع القياده، وهنا درجه الحراره بتاعه التشغيل. الديبارشر هنا لان هي عامله زي عربيه خارجه كده، فده معناها تحذير بس من الخروج من الحاره. لكن لو هي عربيه في النص مستويه، فده معناه ان هي هترجعك للحاره بعد ما تخرج. فانت كده عاملها ان هي ترجعك. طيب عايز اتحكم، انا ما عنديش اي تحكم في الشاشه هنا غير في الحته اللي على اليمين دي. بتحكم فيها ازاي؟ بدوس على الزرار ده فينور لي الاسهم اللي هنا، فانا كده اقدر اتحكم فيها. فانا دلوقتي لو انا جيت نزلت لتحت هيجيب لي ده من اول ما شغلت العربيه مشيت مسافه قد ايه ومعدل السرعه بتاعها. طيب نزلت تاني هيجيب لي من اول ما شغلت العربيه الوقت قد ايه ومعدل استهلاك البنزين. اللي بعدها دي اعاده ضبط، دي بيجيب لي من ساعه لاخر مره عملت فيها ريسيت اللي هي اللونج تريب. طيب انا عايز اعمل ريسيت هنا، بعمل ايه؟ بدوس على الاوكي دوسه طويله فبيطلع لي القايمه دي. اول واحده ده سجل الانذارات اللي هي العلامه بتاعه التعجب الموجوده هنا دي، اللي هي هتقول لي دلوقتي لو دوست عليها ان انت مش لابس الحزام. واللي تحتها دي لو انا اللي هي معلومات السفر، لو دوست عليها كده عمل ريسيت للونج تريب بتاعتي. ارجع بقى هنا تاني، برجع طبعا من الزرار اللي موجود هنا ده وانزل على اللي بعدها. هيجيب لي ده هنا بتديك مؤشر لاستهلاكك وانت سايق. لو انت في سفر مثلا، انت قارص قوي على العربيه ولا انت رايح على الاقتصادي. فده زي مؤشر انديكيشن يعني انت سواقتك عامله ايه. فده بيبقى مفيد جدا في السفر. انزل تاني على اللي بعدها، ده التي بي ام اس او ضغط الهواء بتاع الاطارات ودرجه حرارتها. هنا معايا الطاقة، وبالمناسبة بيبين لك في الشارت ده كمان لو الموتور البنزين اشتغل وبيدي الطاقة فبينور أزرق وبيديك الطاقة الفلو بتاع الانرجي وهو رايح للبطارية عشان يشحنها. فأنا كده رجعت تاني. طيب لو دخلت يمين دخلت يمين هيوديني على لو أنا فاتح نافيجيشن من الأبل كاربلاي أو الأندرويد أوتو فبيجيبهولي من هنا. ولو دخلت يمين تاني ده الموبايل لو أنا عايز أتصل بحد أو حاجة. دخلت شمال هيجيب لي الموبايل والنافيجيشن. ده كل التحكم اللي موجود عندي في الشاشة الوسطية. ما عنديش أي تحكمات تانية في الشاشة الوسطية. الناحية التانية من عجلة القيادة فيها الكروز كنترول. دوسة واحدة بيشغل لي الادابتيف كروز كنترول، يعني بس التحكم في الفرامل. العربية اللي بتحدد سرعة يعني بتحدد المسافة بينها وبين العربية اللي قدامها. طيب بختار المسافة ازاي؟ بختارها من هنا ازود المسافة بيني وبين العربية اللي قدامي، من هنا اقلل المسافة بيني وبين العربية اللي قدامي، من هنا ازود السرعة 5، من هنا اقلل السرعة 5. ضغطتين بيشغل لي الانتليجنت كروز كنترول، فكده يتحكم في الدواسه بتاعه الفرامل ويتحكم كمان في الدركسيون، فيسنتر نفسه في الحاره ويلف مع الطريق ويعمل كل الاوبشنز اللي احنا شرحناها في الانتليجنت كروز كنترول. عندي من هنا ده الزرار بتاع النجمه التخصيص اللي احنا شرحناه في الشاشه الرئيسيه. عندي من هنا اوامر الصوتيه. العربيه ما فيهاش اوامر صوتيه، فالاوامر الصوتيه اللي موجوده هنا دي بتاعه سيري او باكسبي لو انت موصل سامسونج او موصل ابل في الاندرويد اوتو والابل كار بلاي. ومن هنا ان انا اقفل الكروز كنترول او ان انا ادوس فرامل ده او ده هيقفل لي الكروز كنترول. الكونسول الوسطي عندي هنا طبعا الفتيس مختلف طبعا خالص عن الاتش 6 الجديد. اللوك بتاعه منين؟ اللوك بتاعه من هنا. بدوس على الزرار ده واقدر ان انا ادي النقله قدام وورا
ريفرس، نيوترال، درايف، والبارك من الزرار اللي موجود من هنا. عندي من هنا الزرار بتاع التسخين، تسخين الكرسي بس، التبريد مش موجود غير من الشاشه الوسطيه، طبعا الكرسي بتاعي والكرسي اللي جنب السواق. عندي من هنا الزرار بتاع فتح نظام البارك الذاتي والتحكم فيه، الهيل ديسنت كنترول، الاوتو هولد، وفرامل الكهرباء بتاعتي. طبعا الحاجات دي كلها كانت موجوده في الشاشه في الاتش 6، فكويس ان هم هنا حطوها هنا. معايا هنا بعد كده البكره بتاعه الدرايف مود، اقدر ان انا ابدل فيها من هنا، وبتطلع لي على طول على الشاشه الوسطيه او الشاشه بتاعت العدادات، لكنها ما بتعملش يعني ما بتغيرش في اي شكل. بالمناسبه دلوقتي موتور البنزين يشتغل، فهو عامل لك اهو ازرق وبيلف البتاع من هنا، ولو جبناه من هنا دلوقتي لحقناه بسرعه هنلاقيه برده زي ما كنت قلت لكم من شويه اهو موتور البنزين بنور ازرق والفلو بتاع الطاقه شغال. اخر حاجه معانا هي القائمه بتاعه الكاميرات، اقدر افتحها من هنا. فتح لي دلوقتي الكاميرات ال 360، اقدر ان انا ابدل ما بين الزوايا بتاعتها دلوقتي من هنا. طيب ايه بقى الاوبشنز الموجوده من هنا؟ عندي من هنا الباركينج، النظام الركن الذاتي، سواء ان انا اركن او اخرج من الركنه. عملت دلوقتي ركن كده، ده هنا طبعا هو عشان انا واقف اصلا، فهي لازم اربط الحزام، فهي مش هتشتغل. لو انت في باركينج هي هتعرف لوحدها انك عايز تخرج، لو انت واقف جنب باركينج هتعرف لوحدها انك عايز تركن، هتقول لك امشي اختار المكان اللي تركن عليه، تبدا بدء ووقوف الركن، تركن لوحدها. اتبع التعليمات اللي هي هتقولها لك، هتلاقي الدنيا سهله جدا يعني. طيب ارجع من هنا تاني. عندي بعد كده ده ان العربيه ترجع لوحدها 50 متر بظهرها بنفس السرعه اللي انت كنت ماشي فيها. ده يفيدك لو انت عايز تطلع مثلا من باركينج بظهرك، او دخلت حاره مقفوله وعايز تطلع او حاجه. هنا انا مش عايزها 3 دي، عايزها تبقى 2 دي. اعتقد ال 3 دي طبعا احسن. هنا ده كده 3 دي اهو، فانا اقدر الف بيها كده او اخليها 2 دي وانا ابدل في الاتجاهات بتاعتي من هنا. ده عشان اخلي العربيه تبقى شفافه ويبان الارض الموجوده تحتها، فانا لما امشي كاميرات تقرا الارض وتسجلها لي تحتها. ده طبعا مفيد جدا لو انت بتعمل اوف رود. عندي بعد كده هنا السيتنجز، عرض العجله، ان العجله نفسها تبقى باينه، يعني يجيب لك العجلات ويجيب لك المساعد بتاعها ده كده بتاع المسار، ومن هنا عرض العجله يجيب لي العجلتين. فده يعني سيمز مختلفه، وانت بترجع بظهرك يجيب لك ايه. وعندي من هنا الانذارات نفسها، الصوت اكتمه او اخليه موجود بتاع التحذيرات الباركينج. الزراير الموجوده من هنا، عندي هنا فتح الشنطه، عندي هنا الاستابيليتي كنترول، عندي هنا التحكم في الاضاءه ارتفاعها امامي وخلفي، وده البرايتنس بتاع شاشه العدادات. لو ليه برضو زرار من هنا غير التحكم الموجود في الشاشه الوسطيه. عندي في الباب هنا اختار المرايه اللي انا عايز اتحكم فيها يمين ولا شمال واتحكم فيها. هنا اللوك بتاع الزجاج الخلفي، عندي هنا اللوك بتاع العربيه كلها، وعندي طبعا هنا الازاز كله. لو عايز اضم المرايات بدوس على الزرارين دول مع بعض يضم لي المرايه.